بص الحركة دي، بص الحركة دي، بص الحركة دي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايبي الحلوين وحشتوني جدا، بحبكم في الله. يلا بقى حطوا لي لايك، واللي بيشوف قناتي لأول مرة ما ينساش الاشتراك فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم على طول. بحبكم في الله. ربنا ييسر لنا أمورنا وأموركم جميعا يا رب. اللهم صل على النبي، صل على اللي يشفع فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصوا بقى، أنا النهاردة جيت لكم بيوم جديد وروتين جديد في أفكار حلوة، وأهم من الأفكار بقى التشجيع. يلا يا حلوة بقى كده تشجعي. شوفي بقى مقشتك فين والشرشوبة بتاعتك فين، وشوفي بقى الدنيا دي فين. بطلي بقى كسل كده، وبطلي بقى إيه سقعة، لأن طبعا السقعة ديت مخلينا كلنا مكسلين وما عندناش طاقة خالص. بس ان شاء الله بمجرد ما تشوفيني كده وتشوفي الروتين الجميل ده، هتقومي على طول وتشجعي وتخلصي شغلك على طول. روتين كله طاقة إيجابية، كله نشاط، أهم حاجة النشاط. وإن احنا نقوم كده من السقعة دي، ونقوم بقى من تحت البطاطين، لأن بجد البطاطين دي مخلية الواحد مش قادر يقوم خالص من كتر الجو ما هو برد. يلا بقى كده خلينا ايه نشوف يومنا النهارده. وربنا يعيننا جميعا يا رب كأمهات، ربنا يعيننا على مسؤولياتنا وعلى بيتنا وعلى حياتنا الجميلة اللي احنا ماشيين فيها ديت. آه، طب النهارده بقى روتيننا عبارة عن ايه؟ روتيننا بقى عبارة كده عن تنظيفات بقى في المطبخ وفي الشقة، وشوية حاجات حلوة كده. وان شاء الله هعمل معاكم افكار حلوة يا حلوين. بس زي ما قلت لكم شجعوني باللايك الحلو والكومنتات بتاعتكم الجميلة الجميلة اللي انا بحبها قوي. بحب كلامكم جدا. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ولا من كلامكم الجميل. بشكركم جدا على كلامكم الطيب ليا، ربنا يجازيكم كل خير يا رب. طبعا انتوا اول ما شفتوا كده طبعا لقيت الجو بقى حلو، لقيت الشمس طالعه كده والشموسه طالعه حلوه. ومش عارفه يعني والله بجد الشمس بره طالعه، يعني بره البيت كده تلاقي الشمس مثلا طالعه والجو حلو، ما فيهوش هوا ولا في حاجه، ولا يعني الجو حلو، الشموسه طالعه والجو دافي بره. ومجرد ما بتخش الشقة جوه تلج متلج، مش عارفة ايه ده بقى بجد والله، يعني بخش الشقة جوه الجو تلج، الشقة ساقعة قوي. بتبقي قاعدة كده متلجة، مش قادرة انك تقومي، مش عارفة ده يعني ايه، يعني مش عارفة ده من ايه. بس هنا طبعا بقى ايه، فتحت الشبابيك معايا كده عشان إيه الدنيا ايه تديني معايا ايه طاقة ايجابية كده، وتديني ان انا ايه ما بقاش سقعانة. فتحت الشبابيك الاول وشفت الشموسة في البيت. واهم حاجة الشمس في الشتاء بجد والله، يعني لما بشوف الشمس كده بحس بنظافة البيت. وبيغير، يعني بتخلي ريحة البيت كده تتغير على طول، وهوا البيت يتغير. والروايح اللي في البيت تتغير، ايا كان بقى روايح طبيخ بقى روايح ايه، بمجرد ما الشمس تخش البيت بتغير ده كله. المهم بقى أنا هنا إيه، قُلت الأول قبل ما أبدأ في أي حاجة، وقبل ما أفتح حنفية المَيّة اللي مش بتنقفل خالص دي، يعتبر طول النهار في المطبخ. والله ربنا يعيننا يا رب كأمهات. 24 ساعة في المطبخ، يعني بنقضّي يومنا كله من غسيل مواعين لطبيخ. يومنا كله عبارة عن مطبخ بس. فربنا يعيننا يا رب، اللهم آمين. أول حاجة بقى قُلت أمّا أفطر الأول. أنا فطرت بس ما فطرتش معاكم عشان النهارده روتيني طويل، فما حبيتش إن أنا أطوّله معاكم يعني. فطرت بقى أول حاجة فطرت إيه، وكالعادة فطرت بقى الشاي باللبن بتاعي. شربت كده شاي بلبن وروّقت على نفسي عشان خاطر يبقى عندي طاقة كده ويبقى جسمي دافيان، لإن الحاجات الدافية والحاجات السخنة الأيام دي بتدفّي الجسم كده وتخلّيكِ إيه، ما تبقيش سقعانة يعني وتقومي على طول تشوفي اللي وراكِ. فأنتِ بقى يا حلوة قومي كده اشربي لِك بقى كوباية شاي بلبن كده زيي، أو كوباية نسكافيه حسب ما بتحبي، أو كوباية شاي، الحاجة اللي بتحبيها قومي اعمليها. وعلى طول قومي على طول شوفي بقى شغلِك، أيًا كان بقى بالليل، الصبح، أي وقت أنتِ فيه لقيتِ نفسِك نشيطة كده ومتشجعة، على طول قومي وشوفي اللي وراكِ. والله ما فيش بعد الصحة فرح خالص، وربنا ما يحرمناش من صحتنا أبدًا يا رب. ويعيننا دايمًا يا رب على بيتنا، اللهم آمين. أول حاجة بقى خلّصنا غسيل المواعين، وخلّصنا المواعين اللي مش بتخلص، يعني أنا خلّصت غسيل المواعين اللي هي مش بتخلص أصلًا. وده كان التموين بتاعي والسكر، هُم إزازتين زيت وكيسين من السكر.
الزيت ده طبعا انا مش بستعمله خالص يا بنات. ويا ريت كلنا كده محدش يستعمل الزيت ده. طبعا بقى الا من رحم ربي، ربنا يعينكم جميعا يا رب، وكل واحد اضرب بيته بعيشته. يعني انت لو عندك مقدورتك انك تجيبي زيت من النظيف، حاولي على قد ما تقدري انك تجيبي زيت من اللي هو عباد ده. اي نوع بقى زيت نظيف، بلاش زيت التموين ده، لانه بجد زيت مش حلو خالص خالص، والله وحش وريحته مش حلوة وطعمه مش حلو، فبلاش الله يبارك لكم بلاش الزيت ده. انا ببيعه، يعني باخد الازازتين دولت ببيعهم وبجيب وبكمل عليهم يعني، وبجيب لي ازازة من اللي هي الكبيرة، اللي هي 4 لتر دي. هي بتبقى في حدود 480 ولا حاجة. بس يعني بتكفيني كتير، ممكن تقعد معاكي بال3 شهور، يعني حسب استعمالك برضك. ممكن انا عن نفسي بتقعد معايا بال3 شهور والزيادة. بس بجد جميلة قوي، وزي ما قلت لكم نصيحة مني لكم، بلاش الزيت التاني ده لانه كله امراض والله وحش. ربنا يكفينا شر الامراض يا رب، ويبعد عننا اي حاجة وحشة، اللهم امين. خلاص بقى خلصنا، ومسكت الرخامة بتاعتي كده كنت حاساها مش نظيفة. انا كنت موريكم المطبخ في البداية كده، يعني ايه كان المطبخ كان متكركب شوية. ومعايا الرخامات هنا ما كانتش نظيفة، كانت مبقعة كده، بس انا والله دايما يعني بغسلهم على طول، يعني انا دايما ايدي فيهم. فقمت جايبة على طول الليفة معايا بشوية البريل كده، وعلى طول غسلتهم. انا دايما زي ما قلت لكم بمسحها على طول بشوية من المية كده، والفوطة معايا نظيفة، وبمسحهم بيروحوا بيلمعوا وحلوين. بس لما بحسهم كده بقعوا، يعني محتاجين بقى ايه الليفة بالشوية من البريل كده، بقوم على طول غسلاهم. وطبعا ساعة ما بيلمعوا كده بصراحة بحس براحة نفسية رهيبة. بحب دايما كده ان انا على طول اغسلهم على طول، يعني اغسلها مش اعتمادي مش كله ان انا بمسحها بس كده بالفوطة، لا على طول بغسلها. طبعا بقى ده قدام الكاميرا او من غير الكاميرا ملهوش دعوة بالكاميرا خالص، يعني النظافة ملهاش دعوة بالكاميرا. انا الروتين معايا هنا كده ايه تشجيع لكم كده يا حلوين عشان تشجعوا. جبت بردك هنا ايه الطقم اللي هو بتاع الفناجين ده، او الطقم بتاع اللي هو المجات ده، برضه غسلته كويس. طبعا انا حاطاه هنا على البار هو والطبق الفاكهه ده. برضك بلاقيهم متطربين كده، بدأت برضك ان انا غسلتهم كويس برضك عشان الترابه. وجيت هنا على طول بدأت ان انا الم بقى ايه السجاد بتاع المطبخ معايا. هو مش محتاج غسيل ولا حاجه، انا كنت لسه غسلاه يعني قريب، فمش محتاج غسيل. انا بس هستكفى ان انا هاخده واطلعه في الشموسه الحلوه دي. زي ما قلت لكم الشموسه كانت طالعه جميله قوي، فانا ايه استغليت بقى الشمس، قلت لها انتي النهارده ليا يد الشموسه. اللهم صل على النبي، صل على النبي، قلبكم يطيب يا حلوين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المطبخ هنا بقى احلى حاجه في المطبخ عندي عجباني، ان انا عملته اللي هو ايه ليه رجول كده رافعاه. ببدأ ان انا بقى ايه اكنس تحته على طول، بمسح تحته. اي حاجه بتقع تحته بجيبها على طول وبمسح، يعني بالمقش على طول كده وبجيبها وبمسحه على طول. انا مطبخي الاول ده كان الاول في شقتي القديمه. كان المطبخ ده كان ليه اللي هي القطعه سد خالص كده، ما كانش ليه رجول، كانت قطعه كده من تحت سد. فكان بصراحة ما كانش منظره ما كانش عاجبني خالص. كنت اجي امسح ولا كده كان ينزل تحته ميه. الميه كانت كلته كده، كانت عملت فيه تآكل كده في القطعة اللي هي تحت دي. فبصراحة ما حبيتهاش، فلما جيت ونقلت هنا في البيت ده قلت يعني اللي هو اللي كان بينقله كده للراجل، يعني اللي كان بينقله، قلت له ان هو يعمله لي برجول. بصراحة مريحني خالص، بكنس تحته كده بكل رواحية، يعني مش مضايقني في حاجة، وبمسح برضك واكنس ومريح. بصراحة هو انا حبيت ده عن الفكرة اللي هي الاولانية ان هو يكون سد خالص. هنا برضك شديت من التلاجات كده، بدأت أول حاجة شديت التلاجة، كنست وراها. أنا كنت مفكرة، أنا كنت بقول هشد ورا التلاجة مش هلاقي حاجة، بس اتضح لي غير كده خالص. لقيت برضك وراها مش نضيف، بدأت برضك إن أنا أكنس وامسحه كويس مية دافية كده. وبحب ان انا امسح برضك في الشتاء كده في الجو الساقع ده، بحب ان انا امسح بمية تكون دافية شوية، يعني ما تكونش ساقعة. مسحت بمية وخل،
حطيت شوية من الخل وشوية من المية وشوية صغيرين من الكلور، شوية مش كتير يعني. وشديت بردك الفريزر، كنست وراه ومسحته كويس بردك، بس انا ما جبتش معاكم يعني اللقطة دي. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا امسح تحت المطبخ كويس قوي، بمد بالشرشوبة كده على طول، بتجيب لي كل مكان في المطبخ، مش مفيش مكان مش بيجي يعني. وتحت البوتاجاز برضك. انا هنا بحب لما بخش المطبخ بحب انضفه يعني، او ان انا اعمله تنظيفه اللي هي بتاعت كل اسبوع دي. انا يعتبر بعمل كده كل اسبوع، انضفه كويس قوي زي ما انتم شايفينه كده. مسكت برضك البوتاجاز معايا، غسلته كويس أوي ونضفته. ولما زي ما قلت لكم زي ما بحب يعني، زي ما انا متعوده حابه يعني ان انا اعمل تنظيفه الاسبوع دي كل اسبوع كده، مش تنظيفه من على وش كده وخلاص، لا بحاول ان انا اجيب كل مكان في المطبخ، والاماكن اللي هي تبقى بعيده عن ايدينا شويه دي. ليه بقى؟ عشان خاطر تبقى دايما تفضل معايا نظيفه، ودايما لما نيجي نعمل بقى تنظيفات اللي هي التقيلة دي بتاعة العيد والتنظيفات التقيلة دي، يبقى المكان معايا نضيف، ما ياخدش معايا وقت خالص وانا بنضفه. وانا يعني لما اجي انكت الحاجة او اجيب بقى عليها واطيها كده، ما تاخدش معايا وقت، تبقى الحاجة نضيفة فما تاخدش معايا اي وقت ولا اي مجهود. خلاص خلصت بقى، هسيبه ينشف. وقلت على ما ينشف بقى اكون دخلت على الأوضة الجميلة دي. شايفين بقى الأوضة الجميلة الحلوة دي؟ قولولي انتوا بقى عندكم الأوضة دي كده على طول زيي وحلوة كده ولا ايه؟ يعني انا عايزاكم تردوا عليا مخصوص في الموضوع ده يا جماعة. قولولي الأوضة عندكم دي، أوضة الأطفال دي، بتبقى حلوة كده على طول؟ لأن أنا عندي على طول كده، أنا متهيألي مش بتنضف خالص، مهما أنضف فيها مش بتنضف، غير الساعة اللي هي اللي ولادي مش فيها في البيت. ربنا يخليهم يا رب وما ننحرمش منهم. و... ودي طبعا أيام، والله يعني إن شاء الله مع الأيام هنشتاق للأيام دي تاني، بجد والله هنشتاق لطفولة ولادنا ونشتاق للأيام دي، ونقول يا ريت الأيام دي دامت. فلازم ناخدها بحب كده وبأرواحية. نبقى مرتاحين يعني، ما نزعلش من الشغل. والله هي يعني هو المسؤولية بتبقى كتيرة قوي على الأمهات، بس بس والله يعني التعب وحش والرقدة وحشة. فربنا يكفينا يا رب شر الأمراض، ويكفينا شر أي حاجة وحشة، وخلي أولادنا يا رب طول في عمرهم، اللهم آمين. ويكفينا شر فواجع الأقدار، اللهم آمين يا رب. كلنا نأمن يا جماعة على الأدعية الجميلة دي. أول حاجة كده حسيت الشمس بقى طالعة حلوة وشكلها جميل زي ما قلت لكم، وداخلة على السرير كده حلوة، قلت بقى هغير معايا الملايات دي. غيرت الملايات. كنت حابة ان انا افرش المفرش اللي هو القطيفة، بس قلت لا الجو حلو الايام دي، يعني لما احس ان الجو برد شوية واقوم فرشة المفارش اللي هي القطيفة دي، تبقى تدفي اكتر. انا هنا بقى دايما متعودة يعني او دارية ان انا الدفاية لوحدها كده مش بحب افرشها كده لوحدها، دايما بحب افرش الدفاية تحتها الملاية بتاعتها، يعني الملاية وفوقها الدفاية. بس النهارده ما عملتش كده. ليه بقى؟ لان انا كنت مستعجله بصراحه، كنت رايحه مشوار وكان الوقت اتاخر عليا. طبعا انتوا عارفين ان احنا اليوم قصير، وبيجي بالليل كده الجو بقى بيبرد. فانا قلت اخلص بسرعه عشان خاطر ما اتاخرش على ولادي. وعشان مكه بتبقى معايا يعني، مش بتسيبني اجي رايحه اي مشوار اي مكان معايا على طول، فمش بحب اتاخر بره عشانها. طبعًا أنا خدت بالي للحفا والبطاطين دي طلّعتها في الشمس، طلّعتها بقى على الحبل فوق كده على السطح، يتشمسوا كده عشان يغيّروا بقى أي روايح فيهم كده ويبقوا نضاف وحلوين. وجيت برضك على السرير ده زي ما أنتم شايفين بالضبط هاعمل فيه نفس العمل. مكة هنا بقى كانت ملبّسة العروسة ولمّة لها الهدوم بتاعتها وحاطاها في كيس كده وعمّالة تلبّسها وتسرّح لها بقى وتغيّر لها هدومها، مهتمية بيها لإنها هي في اليوم ده مكة كانت قاعدة ما راحتش الحضانة، لإنها كانت تعبانة شوية، الجو برد الأيام دي والدور اللي ماشي ده ربنا يشفيهم يا رب. فكانت قاعدة معايا بقى نكتالي الدنيا من الحلوين. وجات السُدَس بتاعتهم دي اتكسّرت أو حصل لها حاجة يعني تقريبًا باظوا، يعني كانوا باظوا وغيّرناهم وعملناهم القطن.
بس بعد ما عملت القطن دولت لان انا ما كنتش اعرف اصلا ان في مراتب يعني مراتب اللي هي الفايبر دي من الحلوه اللي هي الطبيه، او مراتب من اللي هي الحلوه دي. كان تفكيري كله ان هو كلك نوع واحد، وكلك ايه نفس الخامه او نفس الشكل او نفس الحاجه يعني. فبصراحه لما جم باظوا مني ويعني اتخلصنا منهم وكده، ما رضيتش ان انا اجيب من اللي هم الفايبر دولت. قلت لا، ده هم مش حلوين وايه، وهعمل قطن وخلاص. انا عندي اللي هي بتاعت الاوضه بتاعتي انا هي فايبر، هم كلها كانوا فايبر، وبس ايه دولت اللي جم باظوا، فعشان كده غيرتهم. والله نفسي بجد تاني ان انا اجيبهم فايبر، يعني نفسي اجيبهم فايبر تاني. بصراحه الفايبر جمال قوي ونومهم مريح، بس اهم حاجه تكون خامه نظيفه وحاجه نظيفه يعني، ما تكونش اي حاجه. خلاص خلصنا بقى وايه، وبدأت ان انا اكنس الاوضه. انا مش هشيل سجادتها ومش همسحها. هنا بدأت بقى ان انا اجيب كل مكان كويس في الاوضه كده. والله كنت كنساه قبلها بيوم، ويعني مش عارفه بصراحه هي بتجيب الحاجات دي منين، بس ده اكيد طبيعي يعني من الولاد، ربنا يهديهم يا رب ويخليهم. انا مش هشيل خالص يعني السجاد ولا همسحها، لان انا كنت كنساها زي ما قلت لكم قبلها بيوم وكنت مسحاها. فهي نضيفة، هي بس إيه، ترابة بس بسيطة كده مكان ولادي، لإن طبعًا بيقعدوا إيه، طول الليل إن هم يذاكروا مثلًا أو يكتبوا واجباتهم أو الحاجات اللي عليهم فيها هنا. وباجيب بقى من جنب السرير من هنا ومن هنا. شايفين الشمس داخلة هنا في الأوضة شكلها جميل أوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا بقى كانت مكة هي المساعد بتاعي في اليوم ده، كانت تعبانة فما كنتش وديتها الحضانة. الجو برد أوي عليها وبتقوم بدري، فبتتعب دايمًا عندها برد على طول. فاليوم ده لقيتها إيه تعبانة أوي، فقُلت لأ مش خلّيكِ ما تروحيش يا مكة. فكانت بتساعدني بقى، هاتي لي ده يا مكة، هاتي لي ده، كانت بتساعدني. ربنا يخلّيها لي يا رب ويخلّي لنا ولادنا جميعًا، اللهم آمين. هنا الأوضة ما شاء الله راحت جميلة ونضفت على طول. آآ طلّعت البطاطين بقى بتاعتها واللحفة والحاجات دي، طلّعتهم في الشمس. طبعًا بقى استغلّيت الشمسية بما إنها طالعة كده وحلوة كده وعاجباني. طلّعت على طول بقى الإيه، البطاطين طلّعتها وطلّعت سجادة المطبخ، السجاد بتاع المطبخ. قُلت بقى إيه يشمّسوا كده ويشوفوا الشمس ده. شايفين بقى الشقة هنا راحت فُل. أنا كنت خلّصت الأوضة ونضّفتها وعطّرتها، بس بصراحة مش عارفة المقطع بتاع الفيديو ده اتمسح باين منّي. فإيه، هنا الشقة كلّها كده راحت جميلة، ومفتحة الشبابيك كلّها والشمس داخلة، زي ما باقول لكم كده بتدّي طاقة إيجابية رهيبة. هنا الشقة بحالها كانت نضيفة معايا. كنت برضك كنست الصالة ومسحتها، لأ ما مسحتهاش بصراحة كنستها بس، كنستها كده وروّقتها. وال وبرضك الأوض كنستهم، والمطبخ بقى زي ما أنتم كنتم شايفين المطبخ اللي كنسته ومسحته لإنه كان محتاج إنه يتكنس ويتمسح. المطبخ معايا هنا فُلّة والشقة كلّها فُلّة، ما شاء الله ربنا يعيننا. هنا بقى هنبدأ نعمل الغدا بتاعنا النهارده، وهيبقى غدانا جميل أوي وسهل جدًا. نقول بسم الله. جبت الحلة بتاعتي. طب هتعملي لنا غدا إيه يا ميرو عشان نبقوا عارفين؟ هنعمل كشري. كشري الكوباية الواحدة. الطريقة دي سهلة جدًا، ومكوناتها كلها في البيت، مش بتحتاج إنِك تكلفة يعني كتير ولا حاجة. كل حاجة موجودة عندِك في البيت، وبيبقى طعمه تحفة أوي، وكفاية إن هو معمول يا ست الكل من إيديكِ. وطبعًا الحاجة اللي عاملينها في بيتنا دي بتبقى أفضل مليون مرّة من الحاجة اللي بتيجي من برّه. وبجد والله بيطلع طعمه جميل أوي أحسن من اللي بييجي برّه كمان. الكشري ده كوباية واحدة نفس الحجم بنعمل أحلى كشري. أول حاجة جبت الحلة بتاعتي، حطيت فيها حوالي 3 معالق من الزيت، 3 كبار، 3 معالق كبار. وكان عندي هنا كيس من الطماطم. على طول بقى نزلت الزيت معايا سخن، نزلت على طول حطيت الطماطم بتاعتي طبعًا متسبكة مضروبة يعني في الخلاط، وكانت عندي في الفريزر. هدّيت عليها النار بقى واسيبها بقى مع نفسها تفُك وإيه، وتتسبك.
بس مش هحط اي حاجة تانية الا لما تفك خالص. اللهم صل على النبي. جبت الحلة، حطيت بردك حوالي 3 معالق من الزيت، وهنا كوباية من الشعرية، كوباية واحدة. احنا بقى هنمشي بحجم الكوباية، نفس الكوباية هنمشي بيها في كل المكونات اللي هنحطها. هنا حطيت الشعرية بتاعتي زي ما قلت لكم كوباية. هبدأ ان انا اديها لون بسيط كده، يعني مش احمر قوي ولا ايه ابيض قوي، يعني لون مصفر كده جميل. طبعا انا مجهزة بقى جنبي العدس. هنا النور قطع، هنا النور كان قطع، فكنت بقى شغالة هنا على الفلاش بتاع التليفون والشباك، عشان كده هتلاقوا الإضاءة اتغيرت شوية. هنا اللون بتاعي أصفر وجميل اهو. وهنا دي كوباية رز نفس حجم الكوباية، كوباية رز كنت غسلاها كويس، وكوباية عدس غسلتها كويس وسبته نقعته شوية حوالي 5 دقايق في المية بعد ما غسلته كويس. كوباية رز وكوباية العدس وكوباية الشعرية، هبدأ ان انا اقلبهم كويس، وهنزل بقى بالمكرونة بتاعتي. المكرونة هنا بتبقى أي نوع انت بترتاحي له يعني بتحبيه. هنا معايا اللي هي المكرونة الأقلام، واللي هي الأنواع التانية اللي هي الصغيرة دي اللي بتبقى صغنونة شوية دي. أنا كان معايا 3 أنواع من المكرونة، اللي هي الأقلام واللي هي مش الصغيرة التانية دي، واللي هي عاملة شكل القوقعة كده. دي كان معايا ال3 أنواع دولت والأفضل كمان لو عندك مكرونة سباكيتي تحط منها شوية بتبقى جميلة قوي. بس أنا بصراحة كانت خلصانة من عندي، فأنا قلت عادي مش مشكلة. والعدس مش ولادي مش بيحبوا العدس اللي هو الأحمر التاني ده، أو اللي هو بالقشر بتاعه، لا مش بنحبه خالص. احنا بنحب العدس الأصفر ده. وبرضك مش بنحب الحمص فيه، الحمص مش بنحبه. لو حابة انك تحط حمص، يبقى هتجيبي شوية من الحمص برضك تنقعيهم شوية في المية، وبعدين تحطيهم بنفس الطريقة تحط الحمص بتاعك. هنا حطيت المكرونة وحطيت كوباية من المية، والمية حطيتها ما غطيتش معايا المكرونة يا بنات، ما نغطيش المية اللي هنحطها، ما تغطيش المكرونة عشان ما تعجنش معانا، تبقى ايه مغطياها ومش مغطيها كده. هنا بقى ايه بعد ما حسيتها ان هي اتشربت شوية كده من المية، بدأت بقى ان انا احط الملح والفلفل وال7 بهارات، بس مش هحط ازيد من كده. وشوية من الشطة، انا ما كنتش حطيت شطة فانا حطيت شوية من الشطة الحامية. هبدأ ان انا اقلبها بقى كويس، وزي ما قلت مش هنحط مية كتير عشان ما تعجنش معانا، تبقى مفلفلة وجميلة كده. هبدأ بقى ان انا احطها على نار هادية خالص، حطيتها على اوطى عين كده من النار تكون هادية عشان ما تتلسعش معانا المكرونة. ودي التسبيكة بتاعتي خلاص جهزت معايا وبقت جميلة كده اتسبكت. هنزل بالملح على طول، ومعلقة من السكر صغيرة، ومعلقة من الفلفل، وال7 بهارات بردك، والكمون معاه. اي نوع بهارات عندك تفضليه، يعني لو مش متوفر عندك اللي انا بقول عليه، يبقى انت حطي الموجود عندك ويبقى جميل قوي. بجد كان طعمه تحفة قوي ده، يعني ايه آه طبعا مش انا اللي بقول، لان مش مفيش حد بيقول على نفسه ان هو حلو. ده تحت يعني ايه ولادي يقولوا يا ماما، قالوا لي يا ماما طعمه جميل قوي، طعمه تحفة احسن من اللي بنجيبه من بره كمان. هنا شايفين هنا المكرونة معايا مفلفلة جدا وجميلة، مفيش يعني الرز لوحده والشعرية لوحدها والمكرونة لوحدها والعدس لوحده، مفيش حاجة لازقة في التانية، مفلفل خالص. خلاص هنا بقى استوى معايا، طفيت عليه النار وسبته على جنب. زي ما قلت لكم اهم حاجة ان ما تكونش النار، ما نحطش عليه النار عالية، وما نحطش مية كتير. طبعا هنا بقى هعمل التومية معاكم. جبت حوالي 5 فصوص من التوم، حطيت عليهم رشة من الملح بسيطة كده، وببدأ ان انا ادق كويس اوي انعمه، اخليه ناعم خالص وادقه كده بالمدق. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وهنا كنت مجهزة معايا شوية من المية، بمجرد ما خلاص التومة معايا شايفين راحت ناعمة خالص كده، يعني ايه ما عادش فيها بقى ايه اي حاجة. نزلت على طول بشوية من المية، نص كوباية كده من المية،
وبس كده التومية معايا جاهزة. انت بقى لو حابة ايه بعد ساعة كده تسيبيها ساعة، تنزل بقى التوم ينزل ايه، ينزل المية بتاعته كلها في المية اللي انا عاملاها دي. وبعدها بساعة تصفيها، يعني تطلعي القشر بقى وتخلي المية بس براحتك اللي انت يعني تحبيه. انا هنا بقى ايه، سبته في الطبق كده في جنب على الرخامة، وساعة التقديم باخد من المية بس شوية كده، تبقى طعمها تحفة أوي. دي كمية البصل بتاعتي حوالي 5 بصلات، يعني صغيرين على كبار كده. بابدأ إن أنا أقطّعهم شرايح رقيقة أوي، وأقسّم إيه الشرايح من بعضها، يعني ما اخلّيهاش ماسكة ببعضها، أخلّي كل إيه شريحة لوحدها كده. وهنا بقى تحطيه يعني بعد ما تخلّصي تقطيع البصل، تنقعي البصل ده في شوية مَيّة بملح، يعني تحطّي في الطبق شوية مَيّة وعليهم شوية من الملح. ليه بقى؟ عشان الملح بيخلّيه ينشف كده ويقرمش، لمّا تيجي تحمّريه يقرمش معاكِ ويبقى ناشف كده ومقرمش، ما يشربش زيت ويبقى طري ومش حلو. تمام، بس تسيبيه أقل حاجة نُص ساعة، يعني تعمليه كده زي ما أنا باعمل وتحطيه في المَيّة بملح وتسيبيه أقل حاجة نُص ساعة، عشان يعرف إيه، يشرب مَيّة من الملح يعني ويبقى ناشف. أنا بافضّل خالص الطريقة دي عن إن أنا أحط نشا، في ناس كنت باشوف ناس يعني تحط على البصل ده نشا عشان إيه، لمّا نحمّره يبقى ناشف ومقروش كده، لأ، زي ما قُلت المَيّة بملح. هنا بقى خلاص، قُلت بقى أمّا أطلع أشوف الهدوم بتاعة اللي هي بقى البطاطين والحاجات دي، ودي السجاد بتاع المطبخ، وده المنظر الجميل اللي كلكم بتحبوه، شايفين المنظر الجميل ده؟ اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بصراحة الشموسة حلوة ومحتاجة إن أنا أطلع أقعد شوية في الشموسة، بس طبعًا ما فيش وقت إن أنا أطلع أقعد في الشموسة الحلوة دي. في اليوم ده البطاطين معايا بُصّوا اتحمصت تحميصة بقى، لإن درجة الحرارة كانت عالية، يعني الشمس كانت عالية خالص بصراحة يعني. هنا بقى البصل معايا في نوع قسمته على نوعين، يعني في نوع بيبقى أصفر شوية وفي نوع باحمّره زيادة، لإن في اللي بيحبه كده وفي اللي بيحبه كده. فأنا عملته نوعين، يعني عملت ده اللي بيحبه وده اللي بيحب ده. هنا بقى التسبيكة بتاعتي حمرا وجميلة زي ما أنتم شفتوها كده، ودي المكرونة أهي، شايفين جميلة إزاي ومفلفلة بقى وقمر. الرز لوحده والمكرونة لوحدها الشعرية والعدس، شايفين جمالها؟ جميلة أوي. هنا بقى حان وقت التقديم، وخلّينا متفقين كده يا حلوين إن أنا هنا باحط الغدا معايا مش مرّة واحدة ومش بنتجمّع كلّنا مرّة على الغدا، لأ إحنا بنتجمّع بُصّوا ممكن أحط الغدا ده مرّتين، 3، 4 وبجد بتوصل لكده. فده كان شخص واحد اللي هيتغدى، فأنا عملت على قدّه، وأنا بصراحة مش يعني ما كلتش الكشري، يعني إيه ما ليش فيه قد كده. أنا باكله عادي بس يعني إيه مش دايمًا إن أنا باكله، أنا في اليوم ده ما اتغديتش كشري خالص. فعشان كده باقول لكم كان طعمه جميل بناءً على ولادي اللي قالوا لي: "تسلم إيدِك يا ماما." قُلت لهم: "بألف هنا وشفا يا روحي." شايفين بقى الجمال؟ هنا البصل الأحمر ده ولادي بيحبوه أوي، إن أنا أحمّره شوية و والتسبيكة بتاعتنا حمرا جدًا، شايفين الجمال بقى؟ أحلى طبق كشري هتعمليه في البيت يا ست الكل من إيدِك، ومش هياخد معاكِ تكلفة خالص، بأقل مكونات عندِك في بيتِك، وبأقل تكلفة، وطعمه بجد تحفة أوي، وولادِك هيفرحوا بيه. وطبعًا ده اللي إحنا محتاجينه، إن ولادنا يفرحوا بالحاجة اللي إحنا بنعملها، ونعمل لهم الحاجة اللي هم بيحبوها أصلًا، ربنا يخليهم لينا يا رب. طبعًا بقى قُلت إيه، بما إني عملت لهم غدا حلو كده، يبقى أعمل لهم حاجة يحلّوا بيها، دي التحلية. النهارده معايا عصير بقى جوافة، على أناناس، على فراولة، على مكعبين من التلج كده، على كوباية من اللبن، على كوباية من المَيّة، وهاضربهم على طول في الخلاط ونشوف الكوكتيل بتاعنا الجميل ده هيطلع شكله إيه وطعمه إيه. شايفين بقى الجمال الحلو ده؟ كان طعم كوباية من دي بصراحة طعمها تحفة والله بجد، شايفين الجمال؟ وقطع التلج فيها برغم إن هي يعني الجو كان ساقعة شوية،
بس التلج فيها مخلي لها طعم تحفة مع اللبن، يعني بيخلي اللبن كده مع الحاجات الحلوة دي بيخليها طعمها حلو. وبألف هنا وشفا، وربنا يعيننا دايما يا رب. ويا رب أكون كنت ضيفة خفيفة على قلبكم كده، وتكونوا استفدتوا مني واتشجعتوا. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. بحبكم في الله حبايبي، ربنا يدوم علينا اللمة دايما يا رب، ويدوم علينا الخير اللهم آمين. خلاص بقى كده يومي خلص وروتيني الجميل خلص. أسيبكم بقى في رعاية الله يا حلوين، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.